انا عارفه انه في ناس كتير هتكتب لي تحت الوصفه دي: يا انتي كلتيها ازاي؟ من احلى طواجن اللحمه اللي عملتها بجد. اللي ما دقوش قبل كده فايته كتير. عارفين هو ايه؟ لسان الخروف. غسلته كويس بالملح والخل والليمون، وبعدين حطيته في الميه الفتره وسبته على النار. بعد ما بدأ يغلي 5 دقايق يغلي كويس ويطلع كل الزفاره بتاعته في الميه دي واتخلص منها. هرجع احطه بقى في الحله واحط معاه المطيبات: بصل وطماطم، فلفل اسود، مستكة، حبهان، قرنفل، ورق لورا، كل المنكهات او البهارات الصحيحة اللي تحبوا طعمها في الشوربة. هنزود عليه المية المغلية ونحطه في حلة الضغط نص ساعة، في الحلة العادية ضعف الوقت أكيد. في الوقت ده بقى هحضر تسبيكة لذيذة من الفلفل الألوان والبصل والطماطم، هشوحهم في السمنة البلدي، وبعد كده هنزل عليهم بكوباية من عصير الطماطم. أول ما يستوي اللسان هطلعه من الشوربة على مية ساقعة عشان نوقف التسوية، وكمان نعرف نقشره أول ما يبرد كده ويبرد بسرعة. هقشره كله وهشيل كمان الجزء الغامق دوت، هيطلع معاكم بكل سهولة. وبعد ما تخلصوا كل الكمية بسكينة حامية قطعوها لقطع صغيرة، وبعدين هتاخدوه على الطاسة اللي انتوا سبكتوها، تحطوه وتخلوه يغلي على النار مع بعضه، وتظبطوا البهارات بتاعته: ملح وفلفل اسود، بهارات لحمة، اي ميكس بهارات بتحبوا تضيفوه. وتسيبوا كل ده ياخد كده ويدي مع بعضه دقيقتين، وتحطوه في طبق التقديم، وتكوني محضره له طشه من السمنه البلدي والثوم مع الكزبره الناشفه والكزبره الخضراء، وحطوها على الوش كده. جربوه وقولوا لي رايكم. وبس كده.